2017. ما غاديش نهضروا على الثمن اللي حنا عارفين بانه ماشي في متناول ديال الدرويش. ندويو عليه الثمن، لا غادي نخليوه الاخر. لا بلاتي غادي لا دوي عليه، لا نقولوا على الميزانيه، لا نقولوا الميزانيه، لا نهضروا على الميزانيه اللي ترصدات الحديقه فينا هي. نهضروا على المده ديال الاغلاق ديال هاد الحديقه هذه، شنو الاسباب والمسببات ديالها. علاش انا كنتمنى كمواطن مغربي وكحقوقي انه تفتح واحد التحقيق على الميزانيه اللي ترصدات لهاد الحديقه فين مشات، وكونوا على يقين بان هذا الملف غادي يكون ملف ساخن حتى هو، خاصه وان عندنا بزاف ديال الملفات اللي تنهبات الاموال ديالها. فانا كنتمنى انه تفتح واحد التحقيق على الميزانيه اللي ترصدات لهاد الحديقه، وكذلك الوعود اللي وعدوا بها بانه في سنه 2014 من عرفات الاغلاق انه في 2017 غادا تفتح الابواب ديالها. علاش مازال ما فتحاتش الابواب ديالها وحنا في 2027؟ فينا هما الحيوانات؟ ورئيسه مجلس الدار البيضاء اخر ما قالت على هذه الحديقه انها غادا تفتح الابواب ديالها قريبا جدا. هذا قريبا جدا من 2016 ولا تسمع قريبا. انا راه تزاد عندي واحد الوليد في 2020 من 2016 وانا تنسمع راه قريبا غيكون الافتتاح. الدري عندي راه ولات عنده دابا 3 سنين وباقي الافتتاح ما كاينش، والله اعلم يقدر ولدي يكبر ويتزوج وما غتحلش. تماما. والميزانيه كل عام تيديروا لها ميزانيه، كل جماعه تدير تخرج لها ميزانيه، المجلس اللي تيجي تيخرج لها هذا الشيء بزاف. هذا الشيء علاش كنقول بان هاد الناس وهاد المسؤولين على هاد الحديقه والاموال اللي ترصدات لها دارونا ضحكه امام العالم. عيب وعار ان الدول يسمعوا على انه في المملكه المغربيه حديقه حيوانات عين السبع غلقات الابواب ديالها منذ 2014 على اساس انها تفتح الابواب في 2017 لمجرد هادشي. راه كامل الاصلاح الاخوان، راه ماشي اعاده الهيكله ولا ان هذا واش هادشي بخبار المسؤولين وحده اخرى، واش هادشي بخبار المسؤولين، مجرد اصلاح. الاصلاحات اللي ترصدات لها ميزانيه كنتمناو انه تفتح عليها تحقيق. هذه الميزانيه فين مشات وشكون هما المسؤولين على هذا الاستهتار واش اخبارهم هذه المده هذه الطويله. واش لا اكيد غادي تكون في اخبارهم لان الميزانيه كبيره. فقط كنتمناو من وزاره الداخليه انها تدخل على الخط من اجل فتح تحقيق حول الاموال اللي ترصدات لهذه الحديقه فين مشات وعلاش خدات هذه المده كامله من اجل الاصلاح. راه حشومه احنا كمواطنين وكمغاربه نهضروا على حديقه عباد الله خدات يعني من 2014 لدابا 9 سنين ديال الاصلاح. عيب وعار. راه كون جات شي شركه وتكلفات بها كون سالتها في عام. راه كنهضروا غير على الاصلاح، راه ماشي اين البرلمانيين ديال المنطقه باش تكونوا هنا غادي نهضروا على النخب السياسيه داخل منطقه عين السبع. الحي المحمدي بيان سور نضحك. علاش ما نضحكش وحنا كنشوفوهم غائبين تماما؟ قريحه نقولوا شي نبكي. لا ما نبكيش، لا لان شوف كثره الهم كتضحك. وهاد المسؤولين عندنا حنا والنخب السياسيه في بلادنا من كثر ما يعني هزينا الهم ليهم نظرا للصمت ديالهم على المشاكل ديال المواطنين ولينا كنبتسموا ولينا كنضحكوا. النخب السياسيه داخل منطقه عين السبع لا يسمع لهم ولو همسه الا من بعض ردود الافعال اللي ممكن اننا نشيروا لها باش كل واحد نعطيو الحق ديالو. مثلا في الجلسات ديال البرلمان لا نكونوا واقعيين. رشيد افيله الاسم الوحيد اللي سمعت الصوت ديالو في البرلمان 2 ديال المرات وكيهضر بغيره وكيهضر بنفس. فينا هما باقي البرلمانيين ديال المنطقه، فينا هي النخب السياسيه على هذه الحديقه هذه. زائد واحد النقطه غادي نشير لها مهمه، هو ان هذه الحديقه اللي كاينه هنا في منطقه عين السبع خاصها توظف واحد العدد كبير من الناس مشومره في منطقه عين السبع الحي المحمدي. لما نهضروا على عدد الشركات والوزينات اللي كاينين في هذه المنطقه واللي ما موظفينش ولاد الشعب في هذه المنطقه هذه، حنا مع التوظيف ديال المغاربه كاملين، ولكن ملي كتكون شركات عندها اثار سلبيه على المنطقه فالاولى ان الوليدات ديال المنطقه يستافدوا منها. ماشي بالعقل تيفاوضوا البروجيات البعضيات. بيان سور لما نساو هذه النقطه بانه كونوا على يقين باننا غادي نفضحوكم فضيحه كامله الى حلات هذه الحديقه ودوزتوا البروجيات لبعضياتكم ووظفتوا الدراري المقربين منكم وخليتوا ولاد عين السبع. وكاينه واحد 70 محل داخل اللي كيعيشوا حاله شكون اللي غيستافد منها؟ حاله يعني يرثى لها المخير فيهم مسكين عنده الماستر ولا داير كروسه في عين السبع الحي المحمدي. ومازال غادي نهضروا على برامج كنتمناو انه تفتح فيها تحقيق بحال البرامج اللي عطى الانطلاقه ديال ملك البلاد ديال فرصه وكذا. نتمناو انها ما تكونش كذلك بالمحسوبيه. كاين واحد 70 محل خاصنا نعرفوا شكون اللي غيستافد بيان سور منها. هذا الشيء غادي نعرفوه ان شاء الله. الا قدروا انهم يتكتموا عليه دابا
كونوا على يقين باننا غادي نعرفوه وغادي نفضحوه. بركه على المملكه المغربيه من المحسوبيه. قتلتوا هذه البلاد هذه، قتلتوها باك صاحبي. المشاريع الكبرى ديال الدوله كتم جايه نازله وكتعطى للاصدقاء. ما بقيناش باغيين هادشي نشوفوه حتى في هذه الحديقه هذه اللي كنتمناو انه من خلال هذا المباشر توصل لوزير الداخليه وانه يتفتح تحقيق حول الميزانيه اللي ترصدات لها فين مشات وعلاش هذه المده كامله من 2014 الى يومنا هذا باقا ما حلاتش. شكون هما هذو اللي ساكتين على بعضياتهم؟ شكون اللي كيستافد من الاغلاق ديالها؟ نتمناو انه يتفتح واحد التحقيق جاد، لان المملكه المغربيه وزاره الداخليه حنا كنقولوها صفحات خارجيه، صفحات كطعن في بلادنا باننا في مرحله تغيير وفي مرحله اصلاح، وهذا واحد من الملفات اللي غادي يبين وياكد هذا الشيء من خلال ان شاء الله انه يطيحوا الناس اللي تلاعبوا بهذا الملف واللي خلاو الافتتاح ما يكونش الى يومنا هذا. دابا ندويو على الثمن 50 درهم، عندك 5 الاولاد خاصك 5000 وانت ولبر 7000. واش غتجي الحديقه ب 50000 فرانك؟ خدام ب 2000 درهم وتجي الحديقه والسبع تيقرا بزاف. شوف غادي نهضروا بكل واقعيه. الحاله الاقتصاديه اليوم في المغرب ولعل عيد وكاينه ازمه عالميه ماشي في المغرب، عالميه. شوف حنا كنهضروا على بلادنا لان بلادنا فيها مجموعه من الخيرات. الى قدرنا اننا نتفاعلوا معها كون على يقين اننا نقدروا نحققوا الاقتصاد الذاتي. حنا هنا كنهضروا على يقال 50 درهم اللي قلتوا بانها غادا تكون هنا. البعض كيقول باننا كنهضروا بالشعبويه، حنا كنهضروا بالواقع المرير اللي كيعيشوه المواطنين المغاربه. كنعرفوا المواطن الدرويش بانه كانت وحده تابعه لاحد الاحزاب كتقول ان المواطن عايش ب 20 درهم، دابا حاليا قل من 20 درهم. فكيفاش غادي يخلص على ولده 50 درهم باش يجي على الاقل يشوف هذه الحديقه اللي باقي ما شفناش؟ حنا راه باقي كنهضروا على حديقه الى حلات راه باقي ما فيها حتى شي حاجه. شحال تقريبا ديال الفلوس ومشة حتى هي كتسنى بحيوانات يجيو. شحال تقريبا ديال الفلوس اخويا الميزانيه شحال خرجات ليها هذه الحديقه؟ الميزانيه شوف وزاره الداخليه هي اللي ممكن انها تقرر وممكن انها تعرف، لان ديك الملايير يعني كيتوضع عليها واحد التكتم من اجل ان الاعلام ما يعرفهاش ومن اجل اننا ما نعرفوش شحال كترصد وشحال مشات. حنا كنتمناو بكل واقعيه وبكل جرأه في اطار ان بلادنا اليوم الحمد لله كتغير، وحنا كنفتخروا اننا كنشوفوا مجموعه من التغييرات وكنشوفوا مسؤولين اليوم ولاو كيخلصوا الضريبه ديال الفساد ديالهم، اننا نشوفوا المسؤولين اللي تسببوا يعني في الحرمان ديال ساكنه الدار البيضاء من هذه الحديقه هذه كذلك في التحقيق ان شاء الله. وكنحمل المسؤوليه السيده رئيسه مجلس الدار البيضاء انه الى تفتحات هذه الحديقه هذه بالمحسوبيه وتعطات المشاريع للناس مقربين بلا ما يستافدوا ابناء هذه المنطقه اللي كيعيشوا التشرد والفقر والهشاشه، فتحمل المسؤوليه ديالها. كذلك انها الى عطات مسؤوليه الافتتاح ديال هذه الحديقه في ظل خروقات تكون عرفاتها فكذلك تتحمل المسؤوليه ديالها. وشكرا.